آلام الكعب والكاحل هي الحقيقة من أكتر الشكاوي اللي بيتردد بيها المرضى علينا في جراحات العظام، واللي كتير بتكون بتمثل عائق مع المريض عشان يمارس حياته اليومية بالطريقة المرضية ليه. الحقيقة المسببات للموضوع ده كتيرة وبتختلف من فرد لآخر. يمكن من أكثرها شيوعا هو التهاب اللفافة الأخمصية، ودي بتبقى شدادة أو رباط ماسك تحت الكعب في المنطقة ديت، وبيسبب ألم بالذات مع بداية الحركة زي لما نكون بنصحى من النوم. في مسببات أخرى كتيرة، منها النتوءات العظمية تحت الكعب زي اللي هي بتسمى بمسمار القدم أو شوكة الكعب، منها التهاب وتر أكيلس أو الوتر العرقوبي، التواءات المفاصل المتكررة أو التهابات الأوتار. تعدد التشخيصات الحقيقة خلى طرق العلاج بتختلف من مريض لمريض، وده يوصلنا لأهم نقطة، وهي إن الوصول للتشخيص الدقيق هو المفتاح الرئيسي والوحيد للوصول لعلاج مرضي. بنوصل للتشخيص الدقيق مع استشاري متخصص، وبيساعدنا عن طريق بعض الفحوصات، الأشعاعات أو التحاليل المطلوبة عشان نوصل للتشخيص المناسب. ما تترددش، وزور استشاري القدم والكاحل لعلاج مشكلتك.